شقة في اسكندرية في منطقة راقية جدا، إيجارها 800 جنيه في الشهر. ليه؟ عشان أي حد بيسكن فيها ما بيكملش 3 أيام ويهرب. وآخر واحد سكن فيها لقوه مرمي في الصالة ميت ووشه أزرق من الخوف. إيه حكاية الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت واحدة ست كبيرة اسمها الحاجة نعيمة، كانت عايشة لوحدها بعد ما جوزها توفى وأولادها كمان ماتوا في حادثة. الجيران بيقولوا كل يوم بالليل بيسمعوها بتتكلم مع حد جوه الشقة، لحد ما في يوم شموا ريحة وحشة فكسروا باب الشقة لقوها ميتة تقريبا بقالها أسبوع، وفي ايدها صورة ولادها وجوزها. بعدها ابن أخوها قرر يأجر الشقة. أول شاب ومراته سكنوا فيها، تاني يوم هربوا. قالوا طول الليل سامعين واحدة بتعيط في الحمام. وبعدهم سكن طالب، الطالب ده لقوه نازل حافي في الشارع وبيقول الست قاعدة على صدري وعايزة تموتني. بعدها ابن أخوها قرر يبيع الشقة، فشل انه يبيعها، محدش رضى يشتراها لحد ما جه شيخ بقى يقرا قرآن في الشقة وقال روحها متعلقة بالشقة علشان ماتت لوحدها ومحدش حس بيها. صاحب الشقة قرر يعمل لها عزا وطلع صدقة على روحها، ومن ساعتها الأصوات اختفت والشقة بقت عادية جدا. الخلاصة، ما تنسوش أهاليكم واسألوا على جيرانكم علشان الوحدة أوحش من الموت. فعلا الوحدة أوحش من الموت.